يا شباب عذاب اصحابي، العذاب لحظة العذاب الشديد. كان فيها والله العظيم، والله كان فيها يا رجاله. الحمد لله الحمد لله عدت على خير. اول ماتش نلعبه في امريكا والعيال في غربه نعذرهم. الحمد لله الذي نجانا واغرق فرعون. الحمد لله الذي نجانا واغرق فرعون. يجي لعيبه بتتدلع خايفين على رجليهم. كان نفسي اطلع اقول لك عايز ان احنا كسبنا او تعادلنا مع البرازيل، ولكن ان شاء الله تتعوض. على فكره بقى منتخب مصر كان قاصد انه يخسر النهارده عشان ما ياخدوش المركز السادس. لا شيء. هو انا لعبت كوره اصلا وانا عندي النجوم؟ هو انا صلاح؟ هو الفرقه صلاح؟ الحمد لله تمام، انا عايش الحمد لله. قدر ولطف وحمد لله على السلامة، ما خسرناش سكور يعني. يا ابني انت محمد شحاته برقبتك، محمد شحاته برقبة 10 زي العيل ده يلعب في منتخب مصر يا جدعان. المباراة دي كانت بالنسبة لي أنا كابوس، يعني الحمد لله عدت على خير. الخساره متوقع ان احنا نخسر قدام البرازيل. هو احنا هنفضل كده لحد امتى؟ ما عندناش كوره وما عندناش منتخبات عربيه تقدر تواجه المنتخبات الاوروبيه ومنتخبات امريكا اللاتينيه، مع العلم ان احنا عندنا انديه ودوريات بنقعد نقطع فيها بعض، وعندنا لعيبه بنصرف عليها ملايين. البرازيل ادتنا 2 ستر من ربنا وجدعانه من مصطفى شوبير. الواد النهارده شال بتاع 4-5 تجوان رسمي. بصوا بعيد ان قلبين الدفاع بتوعنا عايزين حد يدافع عنهم. احنا منتخب مصر الفخر العرب في كرة القدم يا باشا. لعبنا مباراة ودية مع منتخب البرازيل وخسرنا ب2 فقط. ماتش كان مليء بديري واسناد الولايه. طبعا انا مش عارف هنكمل كده ازاي. انا بموت، انا قاعد يعني انا بتاوب نص الماتش، يعني بنام والله العظيم، وبحقد على كل الناس اللي نامت. يعني والله يا جماعه والله كتر خيركم ان انتوا نمتوا ما فكوش حاجه. ايه بقى؟ طب ايه يعني في الاخر؟ بص انا مدرك ان احنا بنلعب البرازيل، بنلعب منتخب من اقوى المنتخبات اللي موجوده في العالم، بس ده مش معناه اننا نلعب بالطريقه دي. مصريين فيكم حلان الفم بزاف، ماتش سهل ما قدرتوش تربحوه. والله العظيم يا مهند احنا مش بنلاعب فاركو، ده البرازيل يا معلم. انت لو بتلاعب سموحه مش هتعمل اللي بتعمله ده. خسارة مصر امام البرازيل يتحملها بالكامل حسام حسن. غط سطيح والبكا والشكا والزهر وتضييع الوقت والبلوطبه، هذه هي ما يصير ضد البرازيل. اما شي كوره زيرو. انا في 96 دقيقه من حياتي ضاعوا عشان افهم هو احنا بنعمل ايه. يعني ولا طلوع بالكوره ولا استحواذ على الكوره، وكل مره دفاعنا بيرجع لنص الملعب، نص ملعبنا بيرجع لدفاعنا، بنرجع تاني للحارس، يوم الحارس بعتها تغلط طوليه. ركات كسي وهبي، اللاعب ويسلي الظهير الايمن ديال المنتخب البرازيلي، حكيمي ديال البرازيل، خرج مصاب من المباراه الوديه اللي كتجمع ما بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المصري. مسكين اخونا هذا صعب مسكين. انا بالنسبه لي منتخبنا رقم 1 تمنيات وتوقعات 2 وبس، وسجلنا هدف على منتخب البرازيل. احنا الدنيا. شوف معايا الاهداف، شوف كأس العالم حنجيبه ان شاء الله. رقم 2 الجزائر، لان انا شايف مستوى منتخب الجزائر، زائد ان مصر والجزائر ما عملوش الانجاز. المنتخب المغربي عمل الانجاز اوريدي. ناموس هذاك الشيء راك قادين عليه، غير المغاربه ما شاء الله تبارك الله هما اللي قادين على ذاك الانجاز. اما انت يا فول وطعميه راك غادي غير تنشط البطوله نتاع كأس العالم. ايه؟ طب ايه يا جدعان؟ لا بجد والله ايه؟ اصل الحاجات دي المفروض احنا بطلناها او هنبطلها في كاس العالم. ليه يخش فينا جول زي ده؟ ده مش دفاع يدخل بيه كاس عالم يا باشا. احنا كنا فاتحين لهم جنينه ورا، ده كفايه غلطه بس مهند لاشين الماستر المسيو. مصر تخسر بنتيجه 2-1. شوفوا حتى منصور شكل ميجهز للمونديال كاس العالم. ابقى زعلان بعد الماتش والخساره والسيناريو السيء ده ليه مش مكتوب عليا افرح انا ليه؟ نتوما مازالين كتحلموا غير بانتصار واحد في المونديال، عمركم انتصرتوا ولو في لقاء في كاس العالم. الحلم ديالكم قول بعدا نربح واحد الماتش في المونديال، اما نصف النهائي كيقبلوا غير رجال. الرجوله